ايوه، عاملين ايه؟ اول حاجه كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. تاني حاجه انا جايه اقول لكم زي مظبط من الاخر جدول لرمضان، والروتين عامه او جدول رمضان كله يعتبر واحد، كله بنفس المواعيد، بس اختلاف انت هتحدد تحط ايه. فتعالوا اقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه قدامنا وقت من بعد الفطار. من بعد الفطار انت يومك انت بيبدأ من ان انت اول ما تصحى من النوم. طبعا احنا يومنا كلنا بايظ شوية في حتة النوم دي، فاحنا بالتالي محتاجين ان احنا نخلص يومنا بالليل بدري. يعني بالكتير ننام الساعة 10 او الساعة 11. طبعا ده قليل جدا لما بيحصل، بس يعني نحاول ان احنا نتحكم في نفسنا شوية ونخلي ان احنا اخر حاجة في يومنا تبقى الساعة 11. من 11 هننام، نصحى الساعة 4 الفجر. قبل الفجر هنقوم نتسحر وكده ونظبط نفسنا، وبعد كده نقعد نصلي الفجر ونقرأ الورد بتاعنا من القرآن ونخلص عباداتنا عادي الدينية كلها. بعد كده هنبدأ من الساعة 5 نبدأ نشوف احنا محتاجين نعمل ايه. او نقول مثلا من الساعة 6. هنبدأ من الساعة 6 نشوف احنا هنبدأ نقعد نشتغل نعمل ايه. هنبدأ مثلا اللي عنده مذاكرة يذاكرها، اللي عنده مشاريع يخلصها، اللي عنده شغل يشتغل فيه يشتغل برضه، بحيث ان احنا نكون لسه فايقين بعد الفجر، لان احنا لسه اكلين فاحنا لسه فايقين وفايقين كويسين جدا دلوقتي. بعد كده في حاجتين. انت لو عندك شغل نازل بدري فانت ممكن تنزل اوكي خلاص على تخلص مثلا اللي انت بتعمله من الساعة 6 لحد الساعة 8، او لو انت هتنزل مثلا اخرك الساعة 9 انت تخلص حاجاتك دي لحد الساعة 9. من الساعة 9 انت هتنزل شغلك، تنزل سي حتى كليتك مثلا. لو في كلية أو شغل أو أي حاجة هنخلص الساعة 2. فبالتالي احنا يا إما هنروح الساعة 2 دي ننام لنا ساعتين لحد مثلا، ممكن ننام ساعتين أو ننام حتى لحد الساعة 5. يعني عشان ايه؟ على حسب ما احنا هنخلص. احنا ممكن نخلص 2 ممكن نخلص 3، فهننام لحد الساعة 5. الساعة 5 ده هنقوم طبعا على الفطار، هنصلي بعدها والتراويح وكل ده. هنخلص على الساعة 6:30 9:30. هنخلص كل ده على الساعة 9:30 مثلا بالكتير. نقعد من 9:30 دي نكمل شغلنا أو بقية دراستنا اللي احنا نعمل. طيب لو انت معندكش حاجة الصبح يبقى تخلص مثلا شوية شغل ليك، اللي تقعد مثلا لحد الساعة 10 وتنام من 10 ل2 مثلا، اللي هو تاخد كفايتك شوية من النوم. بعد كده تقوم من الساعة 2 تقوم تكمل. طيب لو انت عايز تاخد بريك بقى وده طبيعي، يعني انا بالنسبة لي بصراحة شايفة ان ده طبيعي، وشايفة كمان طبيعي ان احنا في رمضان بالذات، وان ده اكتر شهر لازم نكون ماسكين فيه الورقة والقلم وبنحدد ونشوف احنا محتاجين نعمل فيه ايه بالظبط علشان اليوم ما يوسعش مننا. مفيش مشكلة لما يجي عليك يوم تنزل مثلا هتروح عزومة او عادي. برضه مفيش مشكلة لو انت حبيت ان انت تنعزل في الشهر ده، يعني كل حاجة عادي. وعايزة اقول لكم بالذات لدفعة تالتة ثانوي، عايزة اقول لكم ان ده اكتر فترة لذيذة استمتعوا بيها وفي نفس الوقت يقعدوا يذاكروا. والله العظيم انا بحب رمضان جدا. ايام تالتة ثانوي كان لذيذ بطريقة، وبالعكس انا كنت بعيشه، يعتبر اغلبه كنت بعيشه لوحدي. كنت قاعده في البيت مش انعزال، بس كنت قاعده في البيت، واغلب الوقت برضو كنت بنزل عزومات معاهم عادي ما وقت ما كانوا بينزلوا عزومات. ف بجد ما تزعلوش. عايزه اقول لكم انا من بعيد بعد ثالثه ثانوي بسنتين اهو. عايزه اقول لكم رمضان بتاع ثالثه ثانوي احلى بكتير من اي رمضان بعدها، ولكن احنا بنحلي رمضان عامه بتاعنا. ف بس يعني عايزاكم تاخدوا بالكم كويس جدا من مواعيدكم في رمضان، وحاولوا ان بصوا احنا لو عايزين فعلا نعمل حاجه هنعملها. فاحنا لو عايزين نوفق حياتنا كدراسيا وعباده هنعرف. عايزه اقول لكم انا كنت بتفرج على بودكاست سمعته منزلاه حتى على انستجرام لما انتوا بتابعيني وكده. آه، كانت بتتكلم في حته ان الشهر ده اكتر شهر احنا نعرف نمسك نفسنا فيه كده ونخليها تواظب على الحاجة اللي احنا عايزين نواظب عليها. فصدقوني انتوا لو عرفتوا تمسكوا نفسكوا كده في الشهر ده في 30 يوم دول، وتعرفوا ان انتوا تواظبوا على حاجة جنب العبادة بتاعتكم كدراسة وكده، فبجد شابوه ليكم، لان انتوا اصلا انتوا بتقعدوا طول السنة مش عارفين تواظبوا عليها. فشهر هيجي يخليكم تعرفوا تواظبوا ان انتوا تقعدوا تذاكروا، وكمان يبقى عندكم عبادة وتقرأوا و... وتصلوا. ما تضيعوش حاجة من صلواتكم كلها، وكمان تنزلوا شغل ولو في دراسة وهكذا. وحتى لو في أيام تفلت مننا ونروح مثلا زيارات أو أنا بالنسبة لي بحب أشيل يوم الجمعة ده أو الخميس للزيارات والعائلات.
بس طبعا احنا في رمضان بيبقى فيه زيارات اكتر شوية، عائلات اكتر شوية، فمش مشكلة لو في مرة رحنا مثلا زيارة وكده، بس نكون عارفين ان احنا هنعوض اليوم ده، يعني ما نركمش الدنيا علينا، عشان لازم تعلم نفسك ان انت لو ركمت الدنيا عليك كل حاجة تقف فوق دماغك بجد. وبس، بحبكم قوي، وعايزاكم كمان ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده مع صحابكم عشان تشاركوا بعض، وممكن حد فيكم يستفاد، لو انت مستفدتش ممكن حد تاني يستفاد. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان انا ما بقولكوش وانتوا بتنسوا. اوكي. بس حبيت ان الفيديو ده يكون بسيط كده لذيذ و enjoy. باي.